بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والمرسلين. السلام عليكم متابعين القناة ومتابعين الفيديو، يا رب تكونوا دايما في أحسن صحة وأحسن حال. فيديو النهاردة هتكلم فيه عن السيارة اللي قدام حضراتكم، السيارة شيفورليه الدبابة 2025. هتكلم النهاردة إن شاء الله عن سعر السيارة داخل شركة المنصور عن شهر 12 اللي احنا فيه ده 2024. هتكلم على السعر داخل شركة المنصور، عن نظام الأسعار ايه، وهتكلم برضو عن سعر الدبابة اللي قدام حضراتكم خارج شركة المنصور عند الموزعين والتجار. وهتكلم عن الإضافات الجديدة اللي ضافتها شركة المنصور بالنسبة لشيفورليه الدبابة اللي قدام حضراتكم، سواء الفاضية أو الكاملة مكيفة. طبعا زي ما احنا عارفين ان السيارة اللي قدام حضراتكم ديت الدبابة بتنزل بفتيس مانوال 5 سرعات وموتور 2500 سي سي، زائد موتور عدد الأحصنة بتاعته 79 حصان اللي هو الموتور الصغير الياباني. والناس اللي منتظرة ان شركة المنصور تغير في الموتور، لا، مش هيتم تغيير في الموتور في الموديلات القادمة ان شاء الله، لان الموتور ده يعتبر موتور ياباني وموتور اعطاله قليلة، وثابت وجوده من ناحية التوفير في الوقود، ومن ناحية ان هو اما يحصل فيه اي عطل ولا حاجة يعني اقل ميكانيكي بيعرف يصلحه. هنبدأ في هنتكلم الأول عن السعر داخل شركة المنصور بالنسبة لشيفورليه الدبابة اللي قدام حضراتكم. طبعا زي ما احنا عارفين الشيفورليه الدبابة 2025 بتنزل 4 فئات. طبعا الفئة الأولى بتنزل بالنسبة للدبابة ال 2025، الفئة الأولى بتنزل باور بدون اكسسوار، والفئة التانية بتنزل باور زائد اكسسوار، زائد شاشة وكاميرا. لكن الأولى اللي هي باور بدون اكسسوار بتنزل باور كاسيت عادي. طبعا الباور كاسيت عادي سعر الكاش داخل شركة المنصور ب1,015,000، لكن الباور اللي هي زائد اكسسوار بتنزل ب1,025,000. طبعا الاتنين الفئتين الأولانيين اللي هم الباور باكسسوار والباور بدون اكسسوار، النظام دلوقتي داخل شركة المنصور البيع قسط، مفيش كاش. واقل مقدم في الفئتين الاولانيين اللي هم اللي باور بدون اكسسوار وباور باكسسوار، اقل مقدم 610. وطبعا الباقي هيبقى على 3 سنوات او 4 سنوات او 5 سنوات، بس اقل مقدم بيبقى 610. وفي نظام جديد يعني سيستم نازل جديد في الشركة، ان تكييش العربية كان الاول ممكن تكيشها بعد اول كمبيالة او تاني كمبيالة او تالت كمبيالة، دلوقتي نظام التكييش مش اقل من سنة عشان تكيش العربية داخل شركة المنصور. ده بالنسبة لسعر الاولى والتانية داخل شركة المنصور. والمتفقين ان البيع داخل شركة المنصور كله قسط، اقل مقدم في الفئتين الاولى والتانية 610. الفئة اللي هي التالتة والرابعة، طبعا التالتة والرابعة داخل شركة المنصور، التالتة بتبقى كاملة كاسيت عادي، كاملة مكيفة كاسيت عادي. والرابعة اللي هي اعلى فئة كاملة مكيفة زائد شاشة وكاميرا، اللي هي كاملة مكيفة اكسسوار. اللي طبعا اللي هي الكاملة الفئة التالتة والرابعة، التالتة اللي هي مكيفة بدون اكسسوار ب1,099,000، 1,099,000. الكاملة اللي هي أعلى فئة اللي هي كاملة مكيفة اكسسوار داخل شركة المنصور ب1,109,000، ده سعر الكاش. أقل مقدم في الفئة الثالثة والرابعة اللي هم الفئة الكاملة مكيفة بدون اكسسوار وكاملة مكيفة باكسسوار، أقل مقدم 660,000. وطبعا البيع قسط، المقدم 660 والباقي على 3 سنين 4 سنين 5 سنين زي ما حضرتك تحب. وطبعا اتفقنا ان مفيش تكييش اقل من سنة داخل شركة المنصور. ده بالنسبة للاسعار داخل شركة المنصور بالنسبة للاربع فئات. اما بالنسبة لسعر الكاش خارج المنصور للناس اللي عايزة تشتري كاش يعني واستلام فوري من عند الموزعين او التجار اللي خارج شركة المنصور،
ده بالنسبة لتوضيح السعر للسيارة الدبابة 2025 اللي بعرضها قدامكم ديت، اللي هي الكاملة مكيفة. أسعار خارج شركة المنصور. الفئة الأولى والتانية. الفئة الأولى اللي هي باور بدون إكسسوار ب1,110,000 النهاردة، 1,110,000 استلام فوري. اللي هي الفئة التانية خارج شركة المنصور اللي هي باور زائد اكسسوار زائد شاشة وكاميرا ب1,120,000، بتزيد 10,000 أو 15,000، 1,120,000، 1,125,000. لكن الفئة الأولى اللي هي بدون اكسسوار ب1,110,000. وطبعا زي ما في اول الفيديو نوهت لحضراتكم ان هتكلم عن الاضافات اللي ضافها منصور او التعديل الجديد في شركة المنصور بالنسبة للدبابة اللي قدام حضراتكم. نزل عوامل امان اضافية للعربية، الارباج اللي قدام حضراتكم ارباج السواق، والارباج اللي هو اللي جنب السواق، يعني نازله 2 ارباج وفرامل ABS. يعني هنفتح الموتور دلوقتي هعرضه قدام حضراتكم واوريكم ABS بالنسبه لعوامل الاضافيه اللي ضافها شركه المنصور في العربيه. الفئه الثالثه خارج شركه المنصور، وهي اللي بعرضها قدام حضراتكم، اللي هي كامله مكيفه بدون اكسسوار، كامله مكيفه كاسيت عادي يعني. هي اللي قدام حضراتكم ده صالونها بعرضه قدام حضراتكم. سعرها النهارده خارج شركه المنصور عند الموزعين والتجار ب1,240,000، 1,240,000، يعني 1,235,000. بتختلف من تاجر او من موزع لموزع. دي اللي قدام حضراتكم اللي هي كامله مكيفه بدون اكسسوار، يعني كامله مكيفه كاسيت عادي زي اللي ظاهر قدام حضراتكم في الفيديو. الفئه الرابعه اللي هي اعلى فئه كامله مكيفه زائد شاشه وكاميرا، اللي هي اعلى فئه كامله مكيفه زائد شاشه وكاميرا، بتنباع بره شركه المنصور عند الموزعين والتجار ب1,255,000 او 1,260,000، اللي هي اعلى فئه في الدباب، اللي هي كامله مكيفه شاشه وكاميرا. اما بالنسبه للاضافات انا وضحتها لحضراتكم، بيبقى ظاهر في التابلو قدام حضراتكم عوامل الامان الجديده اللي ظهرت في اللي انضافت في الشيفورليه الدبابه، اللي هي 2 ايرباج. تم اضافه 2 ايرباج، ايرباج للسواق وايرباج للي جنب السواق. الايرباج ده طبعا البالونه اللي هي بتحمي السواق من لا قدر الله اي حوادث او اي حاجه، وطبعا الحامي هو الله فوق كل شيء. وطبعا تم تزويد الفرامل بالنسبه للسياره الشيفورليه الدبابه اللي قدام حضراتكم، تم تزويدها بنظام ABS اللي هو مانع انزلاق. طبعا ده بيوفر سلامه اكتر، هو الحامي والحافظ هو الله، بس ده بيوفر سلامه وامان اكتر بالنسبه للسائق عند الضغط على الفرامل بقوه. وفي حاجه مهمه جدا جدا عملتها شركه المنصور بالنسبه للعربيه اللي قدام حضراتكم، وهو الإضافة الجديدة إن هو تم تزويد الضمان من 3 سنين إلى 5 سنين. يعني عامل ضمان على العربية كانت 23 و24 و22 كان ضمان 3 سنوات، لكن دلوقتي بقى الضمان 5 سنين بالنسبة للعربية، أو 100,000 إن هي تعدي 100,000، بقت من 100,000 ل150,000 في العداد. وده يعتبر من أفضل شيء أو من المميزات اللي انضافت للسيارة الدبابة اللي قدام حضراتكم. وده شكل الموتور بتاع الدبابة، موتور ياباني 2500 سي سي بقوة 79 حصان زي ما وضحنا في أول الفيديو. وأنا آسف إن أنا طولت عليكم شوية، بس يعني كنت حابب أوضح لكم بعض التعديلات الجديدة في شركة المنصور والأسعار الجديدة أول بأول. وأعرض لكم حالا أهوت قدامكم جهاز ABS، جهاز الفرامل ده نظام ABS، ده مانع للانزلاق، بيدي قوة قوة أكتر بالنسبة للفرامل، ويدي أمان أكتر بالنسبة للسيارة وسائق السيارة. ده شكل الجهاز. وفي نهاية الفيديو أنا بشكر كل متابع للقناة وكل متابع ومشاهد للفيديو، وإن شاء الله الفيديوهات القادمة مش هطول عليكم بإذن الله، هنزل لكم فيديوهات قادمة عن الإيسوزو دي ميكس سواء الكاملة أو النص كماليات، أسعارها إيه النهاردة وإيه الإضافات اللي انضافت فيها جديدة. وأنا متأسف جدا إن أنا طولت عليكم في الفيديو،
والنهارده يعني كنت حابب ان انا اوضح لكم في فيديو النهارده الاسعار داخل شركة المنصور ونظام التقسيط فيها ايه، والاسعار خارج شركة المنصور في التسليمات الفورية بالنسبة للكاش. وكنت حابب اوضح لكم برضو الاضافات اللي انضافت جديد في السيارة شيفروليه الدبابة اللي قدام حضراتكم. وفي نهاية الفيديو بكرر شكري لكل متابع للقناة ولكل مشاهد للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.